ولقد عاد لكم ليفربول من جديد ليحقق أول انتصار في بطولة الدوري الإنجليزي الشهير بالبريميوم ليج، عشان يتألق محمد صلاح ويصنع الهدف الأول للولا جودة ويسجل الهدف الثاني في الجولة الأولى. وعايز أقول لك إن الزرزور كان متربل محمد صلاح، عشان الزرزور في الأول ماتشين من الفانتازي يسجل 54 نقطة. سقفة للزرزور، سقف. ليفربول وإبسويتش تاون كان ماتش شوط أول عالمي جدا من ابننا المصري سام مرسي، وابننا محمد صلاح ما شاطش ولا كرة على المرمى في الشوط الأول. الشوط الأول مليء بالإنذارات لإبسويتش تاون، 4 إنذارات في الشوط الأول ورا بعض، تك 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 تك. وشوط أول يعني ما بين الفرقتين على الهادي عشان نخش في الشوط الثاني ويأتي ليفربول ملعب اللقاء. بعد الكنابل اللي كانت كورنرات لليفربول في الشوط الاول، الشوط الثاني ليفربول ابتدى يستغل الفرص. في بدايه الشوط الثاني ارني سلوت خرج مين؟ خرج كوناتي ونزل كوانسا، وبقى الوضع على ما هو عليه. ليفربول استغل السرعات عشان ارنولد يجري صلاح ومحمد صلاح يبصيها للولا جوتا مشفيه يعني اي حد ممكن يحطها جوه، عشان فعلا جوتا يسجل الهدف الاول ويبتدي بقى الماتش يتفتح. إبسويتش تاون ما كانش بايع على الدنيا، بس التكتيكال اللي لعب بيه ارني سلوت في الشوط الثاني كان مختلف كتير قوي عن الشوط الاول. ليفربول طمع في الماتش وحس ان الماتش كده هيروح للتعادل في الجوله الاولى كده، وتعادل ارني سلوت الجمهور هياكل. فباين كده في اوضه اللبس ارني سلوت قال لهم انا الكلام ده ما بياكلش معاه، احنا لازم ننزل الشوط الثاني نلعب على سرعات صلاح ونلعب على سرعات مين؟ دياز، وانت يا عم جوتا اي كره تجيلك تحطها جوه. وفعلا الشوط الثاني ابتدينا نلاحظ ان محمد صلاح بيسقط عشان الكره تتلعب له ويجري ويحطها. بالمعنى الادق يعني صلاح كان بيفضل نفسه مساحه عشان مين؟ الكسندر يشوطها له كده يجريه، وكان دياز نفس الكلام برده بيسقط كده ويفضي مساحه ورا ظهره عشان تتلعب له من وراه ويجري. ليه؟ عشان إبسويتش تاون يعني اول ماتش ليه في البريميوم ليج، فكان مدافع وكان بيلعب بخطه غزل المحل، الدفاع ندافع كلنا سوا و2 3 يهاجموا. ده اللي كان بيلعب بيه إبسويتش تاون. وفعلا الكلام اللي انا قلته لك دوت حصل في الشوط الثاني. محمد صلاح خلق مساحه لنفسه عشان الكسندر يلعبها له ويجري صلاح وينطلق بسرعته ويبصيها لجوتا، وجوتا يحط الهدف الاول عشان الماتش يتفتح. بعد الجون ده إبسويتش تاون حس ان خلاص الماتش بيهرب لازم يهاجم. بعد هدف محمد صلاح إبسويتش تاون عمل 3 تبديلات، يعني خلاص زي ما قلت لك قرر يهاجم. وبعد ما إبسويتش تاون عمل التبديلات يبقى الوضع كما هو عليه. تحس ان مفيش تبديل، يعني مفيش خطوره قوي، مش اللي هي يعني تحس العيال لسه ما لبستش جول، او العيال مش قادره تهاجم على ليفربول. انت خلي بالك برضو ليفربول معاها فان دايك ورا حمار وكوناتي حمار، بس كان معاهم لاعب اسمه ماركوس هارنس تقريبا. الواد دوت شاط كوره كان خلاص هيحط الهدف، ولكن كان واقف في الجون الولا اليسون وكان فايق. وعايزين برضو نحيي لعبنا سام مرسي اللي كان عامل ماتش اسطوره وعامل فورمه كويسه، ويعني نتمنى له التوفيق عشان ينتهي الماتش بفوز ليفربول في الجوله الاولى في الدوري الانجليزي ويتصدر الدوري حتى الان. بقينا 111 نقطه يا رجاله عشان نفوز بالدوري. هانت اشوف وشكم على خير بقى في الماتش اللي جاي والماتشات الجايه، عشان هنعمل حلقه ملخص الجوله الاولى ونشوف راحت بينا فين وجت بينا منين. عمل ربنا، الانسان ضعيف.